قبل ما نغوص في أعماق الساموراي ونفهم أفعالهم وقوانينهم، لازم نرجع من أول فترة أسلافهم، واللي بدأت مع بداية فترة هيان بين سنة 794 و 1185. وقتها كان في عيلة أرستقراطية قوية اسمها فوجيوارا. العيلة دي بدأت تحاول تكسب نفوذ، وده عن طريق إنهم بيجوزوا بناتهم للأباطرة. واحدة واحدة بدأوا يسيطروا على المناصب الوزارية المهمة، ونفوذهم وصل لأنهم أحيانا كانوا بيجبروا أباطرة على التنازل عن العرش، لحد ما سيطروا على القصر بشكل كامل. لكنهم ما اهتموش بإدارة الإمبراطورية ولا الأقاليم البعيدة قد ما اهتموا بتوسيع ثرواتهم وإنهم يعيشوا في رفاهية. طبعا بعض الأسر القوية في الأقاليم المهملة دي كانت محتاجة تحمي أراضيها وممتلكاتها، فكان الحل تجميع مقاتلين خاصين بيهم، ودول كانوا البذرة الأساسية لنشأة الساموراي، أو ممكن نسميهم أسلاف الساموراي. مع الوقت المقاتلين دول بدأوا يكبروا ويتنظموا أكتر، وعملوا عشائر خاصة بيهم زي عشيرة ميناموتو وعشيرة تايارا، وبدأوا يطوروا فنون قتال خاصة بيهم وقواعد شرف. ما بقوش مجرد حراس، لا، بقوا طبقة محاربة. ولأن الحكومة المركزية في العاصمة كانت ضعيفة ومش بتتدخل، الطبقة دي بقت هي اللي ليها الكلمة في الأقاليم. المفارقة هنا إن حتى أرستقراطيين الفوجيوارا لما كانت بتحصل مشاكل كبيرة أو حروب أهلية بسيطة، كانوا بيضطروا يستعينوا برجال الساموراي عشان يحموهم أو يحلوا لهم مشاكلهم. وده لأن الساموراي كانوا طوروا قوة عسكرية جيش الإمبراطورية نفسه ما بيمتلكهاش.